عبد السلام النابلسي ولد في قرية عقار على الحدود اللبنانية التركية في 23/8 سنة 1899. معظم أفراد الأسرة من رجال الدين بتفخر بحفظها للقرآن ودراستها في الأزهر. لما تعين أبو قاضي في نابلس رحل معاه وعمره 6 سنوات. الوالد كان حريص على تحفيظ ابنه القرآن بالرغم من دخوله مدرسة فرنسية، إلا أنه ظل يواظب على حفظ القرآن. ولما بقى سنه 20 سنة أبوه أرسله للقاهرة عشان يتم تعليمه في الأزهر الشريف. وبعد وصوله بشهر ونص تقوم ثورة 19، ومن خلالها ينبهر عبد السلام بدور الفن والفنانين لما شاف عدد منهم في المظاهرات بيهتفوا بالاستقلال. ويبدأ عبد السلام يتردد على مسارح شارع عماد الدين وينبهر بأضواء المسرح، ويلتحق بفرقة جورج أبيض وعزيز عيد ويشارك ببعض الأدوار الصامتة. ويوصل الخبر لأسرته فتقطع عنه المصروف. بعدها يلتحق عبد السلام بفرقة رمسيس اللي أسسها يوسف وهبي سنة 1923، لكن بعدها ب10 أيام يطردوا يوسف وهبي لأنه مش بيحفظ الدور. ويتجه عبد السلام لاستغلال موهبته الأدبية وإتقانه للغة الفرنسية ويشتغل في الصحافة في مجلة المرأة الجديدة، وبعدها في مجلة اللطائف المصورة ومجلة الصباح. إتقان عبد السلام للغة الفرنسية ساعده إنه يترجم بعض الموضوعات الفنية للغة العربية، وقدر يتعرف على الكثير من الصحفيين منهم أحمد جلال اللي كان في الوقت ده بيتعاون مع ستيفان روستي في إعداد فيلم ليلى، فيشركوا أحمد جلال بدور كومبارس في الفيلم علشان يبقى عبد السلام من أوائل الفنانين اللي ظهروا على الشاشة المصرية في أول فيلم مصر. بدأ عبد السلام يقرأ في المجلات الفرنسية عن السينما العالمية، وكتب سلسلة مقالات عن السينما العالمية لفتت أنظار الجميع، وفي مقدمتهم عزيزة أمير مؤسسة فن السينما في مصر. فأرسلت عبد السلام في بعثة لفرنسا لدراسة الإخراج السينمائي، وبعد وصوله لباريس بشهر ونص عرف إن عزيزة أمير توقفت عن الإنتاج بعد الخسائر الفادحة اللي خسرتها في الفيلم الثالث ليها كفري عن خطيئتي. فيرجع عبد السلام للقاهرة ويرجع للعمل في الصحافة من جديد. يتعاون أحمد جلال مع آسيا داغر في كتابة الموضوعات والإخراج، ويسند لعبد السلام دور الشر في فيلم وخز الضمير سنة 1931. تبدأ شركات السينما تستعين بيه في أدوار الشر. عبد السلام يرفض الاستمرار في تمثيل أدوار الشر فيشتغل كمساعد مخرج مع يوسف وهبي. ويفضل حنين عبد السلام بالوقوف قدام الكاميرا لغاية ما تجيله الفرصة سنة 1938 لما قدمه المخرج كمال سليم في دور الشاب العابس المستهتر في فيلم العزيمة. وتبدأ في الأربعينيات الأفلام الاستعراضية، فيبدأ يمثل دور الأرستقراطي أو مدعي الأرستقراطية، الشاب المتعالي بطريقته المرحة اللي تعجب المشاهد. وبعدها يستعين بيه فريد الأطرش صديقه في أفلام لحن حبي، الحب الكبير، عفريتة هانم، آخر كدبة، أحبك أنت، تعال سلم. وتتطور شخصية عبد السلام لشخصية الإنسان العصبي المتوتر المتعجرف، وده اللي استغله صلاح أبو سيف رائد الواقعية في فيلم بين السماء والأرض. ويبدأ تعاون النابلسي مع عبد الحليم حافظ في أفلام ليالي الحب، شارع الحب، حكاية حب، يوم من عمري، فتى أحلامي. اشترك عبد السلام النابلسي مع فريد وعبد الحليم خلى كتير من المطربين يشركوا معاهم زي سعد عبد الوهاب في فيلم علموني الحب. عبد السلام كان دائم الخروج عن النص والمخرجين بيسيبوه يقول اللي هو حسه. كمان شارك اسماعيل ياسين في أفلام كتير وكونوا ثنائي ناجح زي اسماعيل ياسين في الجيش، اسماعيل ياسين بوليس حربي، اسماعيل ياسين بوليس سري، والفانوس السحري. ويقتحم عبد السلام مجال الإنتاج السينمائي وينتج فيلم حلاق السيدات، ويشرك مع إسماعيل ياسين ومجموعة كبيرة من النجوم في أول وآخر فيلم من بطولته. وفي سنة 1962 تحجز مصلحة الضرايب على شقة عبد السلام علشان مبلغ 16,000 جنيه، ويضطر يبيع الشقة في المزاد العلني ويرجع لبيروت، ويستقر هناك مع اتجاه بعض الفنانين المصريين بالهجرة لبيروت علشان يشتغلوا في السينما بعد تأميم السينما المصرية. وفي سنة 1963 يقابل عبد السلام فتاة مارونية اسمها جورجيت، قالت له هتخسر لقب أشهر عازب على إيدي. وبالفعل يقع عبد السلام في حب جورجيت وياخدها على بيت منزل صديقه الملحن فيليمون وهبي ويكتب كتابه عليها. ولما تيجي الساعة 8 يطلب عبد السلام من فيليمون إنه يبلغ أسرتها علشان ما تقلقش عليها، فيجي إخواتها ال6 وياخدوها منه بعد ما يفهموه إنه لازم يثبت صحة العقد الأول وبعدها يجي ياخدها من بيتها. لكن للأسف الأسرة ترفض ترجعها له علشان يقوم بخطفها مرة تانية ويعيشوا مع بعض، وتستسلم الأسرة للأمر الواقع بعد مقاطعة بنتهم. وفي سنة 1966 يعلن بنك أنترا إفلاسه، وده البنك اللي عبد السلام كان حاطط فيه كل ثروته وما يقدرش يتحمل الصدمة. عبد السلام كان مخبي إنه مريض بالقلب من 10 سنين، وتعمد إخفاء ده عن أقرب الناس ليه حتى عن زوجته علشان ما يهربش منه المنتجين والمخرجين.
وفي يوم وفاته كان عازم مجموعة من الفنانين على العشاء، تحصل له الأزمة وتيجي الإسعاف ويموت النابلسي في الإسعاف وإيده في إيد زوجته على باب المستشفى علشان تعيش بعدها جورجيت على ذكراه وما تتجوزش حد من بعده. الزوجة ما تلاقيش مصاريف الجنازة اللي تولاها فريد الأطرش عن طريق أخوه فؤاد اللي كان بيحاول يخفي خبر وفاته عنه، لكن فريد عرف من الصحف وانهار مريضا حزنا على وفاة صديق العمر. ويرحل عبد السلام بعد ما ترك لنا 271 فيلم، أولها وخز الضمير وآخرها رحلة السعادة مع صباح. ويرحل عبد السلام النابلسي اللي مازال بيرسم على وشنا البسمة من خلال أفلامه في 5 يوليو سنة 1968.